السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في الفيديو هقول جميع مسلسلات رمضان 2023. هي مش كلها يعني أوي يعني ممكن أعمل جزء تاني لو انتوا حابين كده. بس أنا معايا شوية يعني اللي أنا عارفهم. هقولكوا عليهم بالظبط. خلينا دلوقتي ندخل على طول على أول مسلسل. ومعانا بقى هنا على طول أهو مسلسل اسمه سوق الكانتو لأمير كرارة، ومسلسل اللي بعده اسمه جعفر العمدة لمحمد رمضان، ومسلسل الكبير الجزء السابع لأحمد مكي طبعا انتوا عارفين. ومعانا المسلسل اللي بعده اسمه ضرب نار لأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، والمسلسل اللي بعده هو اسمه كتيبة 101. هو تكملة لمسلسل الاختيار اللي هو اتعمل 3 أجزاء منه. ده يشبه له كده، بيقولوا تكملة منه يعني. برضه مسلسل اسمه المداح، ده الجزء التالت منه. كان في السنة اللي فاتت اسمه المداح أسطورة الوادي. والمسلسل اللي قبله كان برضه المداح في رمضان اللي قبل اللي فات. انما رمضان ده اسمه المداح أسطورة العشق، وهو الجزء الثالث وبطولة أحمد هلال. ومسلسل برضو اسمه الأجهر لعمرو سعد. ومسلسل اسمه الوصية تحت الوصاية لمنى زكي. ومسلسل اسمه ألف حمد لله على السلامة ليسرى. والمسلسل اللي بعده اسمه حضرة العمدة لروبي. مسلسل اسمه عملة نادرة لنيلي كريم. مسلسل اسمه جميلة لرام حجاج. مسلسل اسمه الإمام الشافعي لخالد النبوي. ومسلسل تاني اسمه تغيير جو لمنى شلبي. مسلسل برضه اسمه علاقات مشروع لياسر جلال. ومسلسل تاني اسمه بابا المجال لمصطفى شعبان. في برضه مسلسل اسمه سر السلطان لأحمد فهمي. ومسلسل اسمه مذكرات زوج، ده بس للفنان يعني طارق لطفي، بس هو ده من 15 حلقة بس، مش رمضان كله، نص رمضان. مسلسل برضو ستهم ده لروجينا. ومسلسل اسمه جات سليمة لدنيا سمير غانم، بقالها 3 سنين ما بتعملش مسلسلات، دلوقتي رجعت تاني. ومسلسل برضو اسمه رشيد لمحمد ممدوح وريهام عبد الغفور. ومسلسل برضو كشف مستعجل، ده يبقى كوميدي لمحمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر، ده هيبقى من 15 حلقة بس. وبرضو مسلسل رمضان كريم الجزء التاني، ده اللي انا كنت بصراحة عايز اتفرج عليه بصراحة. رمضان كريم الجزء التاني، بس في ممثلين يعني مشيوا، وفي ممثل جه بدلهم، يعني في ممثلين مشيوا زي مثلا سيد رجب ده مشي، وفي ممثلين كمان مشيوا. ده اللي هو كان البطل بتاع الجزء الأول. وفي بقى جه بداله بيومي فؤاد، ده اللي رجع بداله جه بداله يعني. بس كده كان نهاية الفيديو. بس قبل ما ننهي الفيديو، كان في يعني حاجة أنا غلطت فيها في مسلسل رمضان كريم. أنا قلت يعني في نجوم اتغيروا. أنا قلت سيد رجب مش موجود في المسلسل، بس هو ممكن يكون موجود فيه يعني. شفت اتأكدت لقيته ممكن يكون موجود وممكن لأ يعني. بس دي كانت نهاية الفيديو بقى وبس. سلام.